سي حجيب، ما قلتي لينا والو على كاس افريقيا اللي تنظمت في المغرب، وكذلك على الدول اللي ضد المغرب. بالنسبه للتنظيم ديال كاس افريقيا في المغرب، انا ما عندي ما غنقول لان الدول كلها كتشهد بالمجهودات اللي قام بها المغرب في هذا المجال هذا. كذلك راه كتشهد الفريق الوطني ديالنا بالالتزامات ديالو، بالادب ديالو، بالخلق ديالو، وبالاداء النظيف. اما الطلاقشيه ف ما عندهم لاش غادي يفرحوا، لا بغا يفرحوا بشي انجازات ديال بلادهم. حنا ديما فرحانين بالانجازات ديال المغرب، وكل نهار كنشوفوا المغرب كيزيد لقدام. هاد طرا ليهم بحال هذيك اللي خلات راجلها مغسل مكفن ومشات كتبارك للحسن. غادي يفرحوا علاش غادي يفرحوا؟ هما باقيين خدامين بالادوات ديال عام اش غادي. ثانيا اللي بغيت نقول لك هو انه هاد الناس راه جاو المغرب وشافوا المغرب وعرفوا المغرب وعرفوا حقيقة المغرب، ورحبنا بهم وضيفناهم ودرنا معاهم الواجب. ولكن طرا لهم بحال هذيك اللي كتوكلها وتشربها وكتنبح لها يتناصر، حيت الناقص غير الناقص تحطهم في القبة ولكن هما تيمشيو للقوادس. فمن الأحسن ينتبهوا لبلادهم ويشوفوا بلادهم. الناس شنو اللي ما خلاهمش يزيدوا لقدام هو انهم عندهم حنا في الذكر ديالنا تنقولوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ولكن هما في الذكر ديالهم والورد ديالهم الصباحي والمسائي مروك نخزن القجع، مروك نخزن القجع. فما حدهم شادين هاد الكلمات غادي يبقاو كيدوروا غير في داك الدبليش، في داك الكارب. فمن الاحسن يلتفتوا لشغلهم، ونهار يبغيو يفرحوا بشي حاجه ديالهم. فهمتي؟ اما المغرب فرحان ديما الحمد لله، وهذيك هي واحد الجلده منفوخه بالهواء. كيسالي الماتش، كيسالي كلشي. راه نهضروا على اللي كاين، وراه نهضروا على اللي حاضر، وراه نهضروا على المعيشه اليوميه. نبدا نختم.